ماتش وماتش تاني. تمام. بس طبعا احنا في نهايه برنامجنا في الاول بس احنا بنهني محمد صلاح بفوزه طبعا بالدوري الانجليزي طبعا كاول مصري يحصل على البطوله. لكن في خبر نزل بيقولوا ان هل رامي شعبان حصل على اللقب مع ارسنال سنه 2003 2004. الموضوع ده كان مهم جدا. الاتحاد الانجليزي عنده قواعد. تمام. يقول لك لو اللعيب لعب اقل من 5 مباريات في الموسم ما يتحسبلوش البطوله. يعني هو الفريق ولعب والفريق كسب وخد البطوله. لو ما لعبش 5 ماتشات تمام ما يتحسبلوش البطوله. شوف انا هقول لك على حاجه، انا هرد على سؤالك باجابه بعيده عن اللي انت بتقوله. تمام. انا ماليش دعوه بقى الاتحاد الانجليزي بيقول ايه وبيعمل ايه. انا اللي عايز يعني القي الضوء عليه هو تمام. انتماء محمد صلاح لبلده الوطن طبعا، وانه يحط علم بلده على كتفه طبعا، باعتبار ان هو اول لاعب مصري صحيح. يعني يفوز مع نادي انجليزي. هو ده اللي لفت نظري وهو ده اللي عجبني، بعيدا عن مين بقى او الاتحاد الانجليزي بيعمل ايه. تمام. بس محمد صلاح فعلا هو فخر لكل المصريين. اكيد طبعا. والحركه اللي عملها دي بصراحه يعني حاجه مميزه، انه شايل علم بلده. الوحيد طبعا. اللي كان شايل علم بلده. بالظبط. اثناء التتويج الوحيد اللي شايل علم بلده بالظبط هو محمد صلاح. بالظبط. ربنا يخلي لنا محمد صلاح يا رب لانه هو راجل مثال لكل المصريين، مثال لكل مش للاعيبه الكوره بس، هو مثال لكل الشباب اللي احنا عندنا جيل من 15 16 سنه لحد 20 سنه ده محتاج قدوه زي محمد صلاح. طيب احنا عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ محمد صلاح لما طلع احترف بره احترف سنه صغير. احنا عندنا الانديه بتمسك في اللعيبه مش عايزه تسيبها. هقول مثال احمد حمدي لاعب النادي الاهلي كان جاله عرض من فرقه ايطاليه ودينيز الايطالي. اوكي وخلاص وعايزينه